في إحدى القرى بنلاقي طفل اسمه كاي بيجري على نقابة السحرة والمغامرين بيقول لهم الحقوني قريتي والناس في خطر. بيقابل بنت اسمها هيلين هي المسؤولة عن المهمات في النقابة. بتقول له اهدى احكي لي في ايه. بيقول لها زي ما بقول لك كده في أفعى عملاقة قضت على قريتي حاليا بتهاجم الناس هناك. فبتقول له انا ما اقدرش اساعدك حاليا، كل المغامرين الأقوياء بره في مهمات مش عارفين موعد رجوعهم امتى. الطفل بيبكي بيقول لها اقول ايه دلوقتي لأهل القرية عمالين يموتوا. بتقطع بنت جميلة اسمها يونا وبتعرض عليه المساعدة. بتسأل هيلين عن مكان القرية، بتعرف منها كل حاجة. يونا بتستعد علشان تروح ولكن هيلين بتوقفها. بتقول انت مش عارفة الوحش اللي هناك ايه، ده افعى سودا وكمان مش عارفة شكلها ممكن تعمل فيك حاجة. بتقول انا خلاص قررت اروح استكشف بس مش اكتر على الاقل علشان اسهل الموضوع بالنسبة للمغامرين اللي هيجوا ورايا. هيلين بتقتنع وبيوافقوا انها تروح وبتخرج. يونا بيجري وراها الطفل كاي وبيقول لها خديني معاكي. بتقول له الموضوع هيبقى خطر عليك. بيقول لها لا هتحتاجيني لان عارف كل الطرق المختصرة من الاخر كده هنفعك. بتقول له يا ابني انا مش باخد اطفال معايا. بيتعصب عليها فبتاخده وبتقول له هو احنا هنقضيها ماشي ولا ايه. ومره واحده بتستدعي اصحابها واللي بيطلعوا ان هم دببه. بتقول له كاي ما تخافش دول صحابي كوماريو وكوماكيو. الله عليك يا بنتي انت ما تختاريش اسامي عيالك. بيركب كاي معاها وبيندم على اليوم اللي وافق فيه وبيتمرمط. يونا بتقف وبتقول له هنرتاح شويه بس مش هينفع تنام علشان تعرفني الطريق. بيقول لها ما تقلقيش ده غير ان انا حاسس انك قويه كفايه ان انت استدعيتي اصحابك دول يعني وممكن يبقى في امل ان انت تنقذي القريه. بتقول له بما انك مصر قوم بقى هنكمل رحلتنا علشان نوصل بدري. بتوصل يونا للقريه. بيجري كاي وبينادى على اهل القريه ولكن محدش بيرد عليه. فبيجري على بيته علشان يطمن على اهله. بيقابل ابوه بيقول له ان هو هرب من القريه علشان لقى امه تعبانه ورحت وجبت المساعده كان لازم انقذ القريه من الهلاك. ابوه بيقول له يا راجل ما تقوليش ان اللي معاك دي هي اللي هتنقذنا. بيقول له بالظبط كده هي اللي المفروض هتنقذنا يا ابني دي طفله احنا بالحال ده هنختفي في يوم وليله. بتقول له يونا ما تقلقش انا هستكشف ولو قدرت اهزمه هقول لكم. الاب بيضحك عليها. بتقول له مش وقت الهزار دلوقتي عرفني باي معلومه عن الافعى العملاقه. بيحكي لها قصه الافعى وانها فجاه ظهرت في يوم وليله بدات تقتل اهل القريه وحبسه الكل جوه بيوتهم. يونا بتطمنه وبتقول له ما تقلقش سيب الموضوع ده ليا ويا عم بما انك خايف في اسوأ الاحوال استخدمني كطعم واهربوا انتم من القريه. بتوصل يونا على مكان الافعى بتدور عليها ولكنها بتظهر فجاه من تحت الارض. يونا بتتحمس خلاص هتواجه الافعى العملاقه ولكنها دوده. ايه يا بنتي هتعمليها ولا ايه؟ مش خايفه خالص وبتستخدم سحرها ولكن بتتضح انه من دون فايده. الافعى طلعت قويه فالمره دي بتقرر تستخدم عقلها. بتحاول تفكر في خطه وبتهاجمها بالكرات الناريه ولكن برضه مش بتاثر فيها. لا بالعكس ده الافعى كمان بتوقعها على الارض. امال عامله لي فيها سبق البرومبا من ساعتها ليه؟ بتقوم تاني وبتستخدم لكمه الدب المميزه بتاعتها وبعدها بتهاجم تاني بكرات ناريه. هو انت ما بتحرميش قلنا لك مش نافعه. الافعى جلدها بيحميها. وهوبا بتجيلها فكره جهنميه بتحاصر الافعى بسحر الارض وبكده قدرت تشل حركتها بنت اللعيبه. بتستغل الفرصه وبترمي كرات ناريه جوه جسم الافعى. ما هو خلاص يا انت بقى بنت اللعيبه قدرت تهزمها وبتختمها كمان. بترجع يونا للقريه وفي طريقها بتقابل كاي. بتقول له انت ايه اللي جابك يا ابني؟ بيقول لها انا قررت اضحي بحياتي معاكي علشان قريتي تعيش. شجاع والله بس بعد فوات الاوان. خلاص لف وارجع تاني يا حبيبي انا هزمت الافعى خلاص. بترجع يونا وبتقابل زعيم القريه. بتلم الكل حواليها ومش بيصدقوا انها هزمتها. الناس من الفرحه بيعيطوا بيقرروا يحتفلوا الليله دي بيونا. بتبقى هي كمان طايره من الفرحه. بتقابل ابو كاي اللي بيقول حقك عليا قللت منك وانت في الاخر انقذتينا. بتقول على ايه؟ انا عملت اللي اقدر عليه. بيبدا يوم جديد وبتبقى يونا في اقصى مراحل السعاده علشان بتاكل لدرجه بتقول لهم انا مش عايز ارجع سيبوني احمل القريه بس ادوني اكل. خلاص صاحبتنا طلعت محترمه. بتخلص اكل وبتطلع تودع اهل القريه. بيقول لها كاي انا في يوم من الايام هكبر هبقى دب قوي زيك وبيودعها وبتمشي. بتوصل يونا لقريتها وبتقابل هيلين. بتقول لها ايه اللي جاب رئيس النقابه هنا؟ هيلين بتعرفها ان رئيس النقابه جاب نفسه لان للاسف المغامرين الاقوياء محدش فيهم رجع وشكل الموضوع خطير فقرر هو يروح بنفسه علشان يشوف في ايه. بتقول له تروح فين وليه اصلا؟ انا خلاص هزمت الافعى وهوريها لكم اهوت. بتصدموا كلهم بيقولوا لها خلاص مصدقيني. بنت اللعيبه قدرت تبهر الكل بيها. يونا بتخلص مهمتها وبترجع للواقع والعالم الحقيقي. اوه لا بنعرف انها طالبه غنيه عايشه لوحدها وبتعتمد على نفسها وان دي كلها كانت لعبه بس مش اكتر. بتقضي يومها في اللعب في عالم خيالي ولعبه افتراضيه اسمها GBR وهناك بتعيش وبتقضي يومها. البنت دي مدمنه للعبه بتلعبها اكتر من سنه فبيكافئوها وبيقولوا لها تختار اي صندوق وفيه هديه ليها. فبتختار واحد وبيطلع منه زي دب. بتتفاجئ يونا من الامكانيات اللي في الزي. عنده خصائص مميزه
مميزه ويقدر يزود قوتها بطريقه رهيبه، ولكن المشكله الوحيده انها بتتحرج تلبسه. بتقول انا مش هحرج نفسي اكتر من كده وهعمل نفسي ما شفتش حاجه، وهوب مره واحده بتلاقي نفسها بقت في اللعبه بتنصدم من الهدوم وبتقول هو ايه ده يا جماعه، انا ايه اللي لابساه؟ خلاص يا جماعه كفايه هزار. ولكن صدمتها بتبقى اكبر لما بتلاقي انها رجعت للمستوى الاول في اللعبه، وده معناه انها انتقلت لعالم اللعبه الافتراضي. بتنهار بتقول تعب وشقاها راحوا هدر ولا ايه؟ فبتوصل لها رساله من اللعبه بيقولوا لها نورت اللعبه، يا ريت يكون زي الدب عجبك وتعجبك اللعبه. وفجاه بتلاقي يونا الذئب بيهجم عليها. بتقول من اولها كده ده حتى مش معاه معدات. بتاخد عصايه على الارض وبمهاراتها السحريه القويه بتهزمه، ولكنها بتبقى مصدومه. بتقول ده ازاي حصل؟ انا المفروض لسه في المستوى الاول. ومش بتكمل صدمتها وبتسمع صوت طفله عماله تستغيث وبتقول الحقوني. يونا بتجري عليها بترمي حجر على الارض وبتنور بقوتها. بتروح على الذئب وبسهوله بتهزمه. الطفله بتخاف منها بتقول انت هتاكليني ولا ايه؟ انت واحده منهم؟ بتقول لها عيب عليكي، ده انا بنت رقيقه، استنى اشرح لك بس، ده زي دب مش اكتر، انا اسمي يونا. بتقول لها الطفله وانا اسمي فينا. يونا بتستغرب وبتقول لها انت ايه اللي جابك في الغابه؟ فينا بتعرف انها بتدور على اعشاب لامها المريضه وان ظروفها على القد ومش معاها فلوس. فينا بتسالها لو هتمشي وتسيب الذئب كده. بتقول لها امال اعمل بيه ايه يعني؟ بتقول لها اشرحه ونبيعه، ده نكسب من وراه ثروه. مطلوب منها انها تقتل الوحوش وتجمع الجواهر السحريه اللي جواها. في نفس الوقت يونا بتبقى فرحانه لانها قدرت انها تنتقل للمستوى الثالث وبقى عندها مهارات تساعدها. وبتعرف ان الدب الابيض اللي في ايديها عنده قدره يقدر يوقف الوقت وبيختم الوحوش اللي بتهزمها. بتقرر تحتفظ بالذئب بعد ما فينا شرحته علشان يبيعوه. يونا بترجع للقريه. فينا بتاخدها على نقابه المغامرين وهناك بتعرفها بعمها. بتقول ان هم معاهم ذئب قدروا يهزموه وعايزين يبيعوه دلوقتي، وان يونا كمان انقذتها من الخطر. فبيشكرها لعم جنتس وبيديلها مقابل الذئب. فبتقسم يونا الفلوس مع فينا وبتقول لها ده علشان تعالجي والدتك المريضه. البنت بترفض وبتقول لها انت اللي هزمتيه، ده حقك انت. يونا بتقول لها في المقابل عاوزاكي تاخديني في جوله في المدينه يا ستي. البنت بتوافق وبتاخد الفلوس منها. بتخرج يونا وبتنصدم من جمال المدينه. بتلاقي الكل عمال يبص عليها فبتحس باحراج. بتقول لها فينا ما تقلقيش ده بسبب ملابسك اللطيفه. يونا بتقول لها ما دي المشكله، انا مش عايزه حد يبص عليا. بتاخد بعضها كده وبتروح تاكل. وقتها فينا بتستاذنها. بتقول لها انا ممكن اعين الرغيف ده لعيلتي علشان جعانين وما كلوش بقالهم يومين. يونا بتقول لها خد راحتك وانا اجيب تاني وناكل للصبح، ما تقلقيش مش ورانا حاجه. بيخلصوا اكل وبتروح بطلتنا وبتاخد اوضه وبتبات فيها للصبح. بيبدا يوم جديد وبتبقى يونا متوتره بتفكر في جديه الموضوع وانها في عالم تاني ومش عارفه تتصرف ازاي، ولكنها بتقرر ما تشيلش هم، لازم تعيش حياتها عادي. وبتقول هو احنا بنعيش كم مره؟ اما اروح بقى استكشف قوتي ومهاراتي شويه. بتروح على مكان فاضي بترمي قذيفه هواء وميه ونار وبتقول ايه ده، هو انا جبت القوه دي كلها منين؟ بتعرف ان معدات الدب اللي هي لابساها هي اللي بتساعدها انها تكون اقوى في هجماتها. بترفع من مستوى قوتها والكرات الناريه اللي بترميها. بتخلص تدريبها وبتقابل فينا اللي بتقولها انها تقدر تدخل القريه من غير فلوس ولو كانت مغامره كمان، واخدت بطاقه من النقابه. يونا بتتبسط وبتقولها ما كان من بدري يا بنتي. بتجري على النقابه وبتقول لهيلين انا عايزه اكون منهم، فيا ريت تعملي لي بطاقه. بس بيوقفها مغامر اسمه ديبوراني بيقولها دي مش مدينه ملاهي وانت طفله، روحي العبي في حته تانية. بنت اللعيبه الذكيه علشان تقنعه بتقول له انا مستعده اهزم عفريت والكل يعترف بيا. بيقولها شاطره بس لو قدرت بقى يعني. بتقول لهم خلاص انا ههزم العفريت اللي قدامي ده واخلص على كده. بيقولها عفريت مين؟ انت كده بتتخطي حدودك. بتقول له اه صحيح انت غول على فكره. بيقولها لا ده انا كده بقى جبت اخر منك ومش هرحمك. وفعلا مش بتكمل دقيقه يونا بنت اللعيبه بلكمه الدب بتاعتها وقعته. بتروح علشان تملي الاستماره وتاخد البطاقه، ولكنها بتبقى مكسوفه من انها تكتب انها دبه، ولكن بتعصر على نفسها ليمونه. بتاخد البطاقه وبتعمل فرح بيها. بتقول يونا لهيلين اديني بقى اي مهمات خلينا ابدا. فهيلين بتعرفها انها حاليا ما تقدرش تصطاد غير ذئاب وعفاريت، بعدها هنشوف ايه المهمات اللي تقدر تاخديها. ويونا ما بتصدق بتروح وبترجع لهم بشوال ذئاب بينصدموا كلهم من قوتها. فبيقطعها العم جنتس وبيقول لها طب بالنسبه لتشريحهم ايه؟ بتقول له لا معلش دي مش شغلانتي. بيقول لها ما انا عارف علشان كده خلينا اطلب منك طلب. بصي انا صديق لوالده فينا، دي بنت غلبانه امها تعبانه وبالنسبه لينا في المجتمع ملهاش اي مكانه، فايه رايك تاخديها وتشغليها بما انك مالكيش في التشريح؟ بتقول له على العموم انت شكلك كده عينك على ام فينا، بس على العموم انا موافقه بيها. بتسيبه وبتروح لهيلين بتقول لها عايزه اي مهمه هتعملها؟ هيلين بتقول لها معايا واحده صعبه بس بعد اللي شفناه منك هنثق فيكي. ركزي معايا، في الغابه وحوش نادره اسمها نمور الذئاب محدش عارف يتلم عليها ولا يهزمها، بس بعد اللي شفناه هنقول ان انت تقدري عليهم. يونا بتقول لها خلاص سيب الموضوع عليا، بس برضو الوحش ده نمر ولا ذئب يعني؟ بتقول لها وانا هعرف منين؟ دي مهمتك بقى. يونا بتاخد بعضها وبتروح على هناك. بيقابلوها فعلا، بتبدا انها تستعد وبتهزمهم بكره ميه كبيره، ولكن بتلاحظ ان كلهم نمور والوحش اللي
بتلاقيها جايه علشانه مش موجود، فبتجري ورا النمر الذئب وبتقول له رايح مني فين. في نفس الوقت بتسمع صراخ فينا، البنت بتتخض وبتجري عليها، بتلاحظ ان في وحش رايح يأذيها، بتقدر انها تقطع الوحش بمخالب الدب. بتروح لفينا وبتقول لها ايه يا بنتي تاني مره انقذك، هو انت ما وراكيش غير الخطر؟ بتقول لها بس استنى هشرح لك، اصل انا وامي واختي تعبانين. بتقول لها خلاص مش لازم تقولي لي القصه والاحزان، ايه رايك تشتغلي معايا وتشرحي الوحوش اللي بهزمها؟ بتتاثر فينا وبتوافق على عرض بطلتنا، وبتحس انها في حلم خلاص. دلوقتي هتقدر انها تحوش الفلوس وتعالج اهلها، هتنقلهم من مكانه ضعيفه لمكانه عاليه. بيبدا يوم جديد وبتبقى يونا قدرت تهزم كل حيوانات الغابه بنت اللعيبه، مضيها طول اليوم بوكس يمين وبوكس شمال بلكماتها وضرباتها اللي مكسره الدنيا. بتقولي فينا تشرحهم بقى، ولكنها بتبقى مصدومه من الكميه. انا صحيح هشتغل معاكي بس انت كده محتاجه جيش يشتغل. العم جنتس بيقول لها مش كده يا بنتي، انت زودتيها، البنت الغلبانه هتلحق على ايه ولا ايه؟ ده غير ان لازم تستنى دورك علشان تشرحي. فينا بتعتذر لها وبتقول لها ما تخافيش خليني قد المسؤوليه، هخلصهم في اقرب وقت. يونا بتشكرها، بتتمشى في النقابه وبيبقى الكل بيتكلم عليها، بنت بملابس غريبه قوتها عجيبه، اللي يشوفها يقول عليها امور، ولكن في الحقيقه بتركب الوحوش الحنطور. في نفس الوقت هيلين بتنادلها بتقول لها بيني وبينك كده انت موقفه حال المبتدئين ومش عارفين يصطادوا في الغابه، يا ريت بقى ترتاحي لك يومين 3 اسبوع شويه يا بنتي، سيب لهم الغابه شويتين، الكل عايز يسترزق برضه. يونا بتقول لها وانا ازاي زيهم مبتدئه ولا ايه؟ هيلين بتقول لها يا بنتي طبعا لا، مفيش مبتدئ بيعمل اللي انت عملتيه. وفجاه بيظهر شاب اسمه لانز وبيقول لها انت ازاي عملت كده في صاحبي، انت اتجننت ولا ايه؟ البنت مستغربه ومش فاهمه حاجه، بتقول له اهدى بس انت مين ومين صاحبك؟ بيقول لها دي براني اللي انت هزمتيه من يومين. بتقول له قصدك الغول ولا العفريت ده؟ انا مش فاكره الصراحه. بيقول لها لحد هنا وكفايه. فصاحبه اللي اسمه جيل بيمسكه بيقول له اهدى، وبتعتذر زميلته كده في الفريق لورينا، بتقول لها حقك عليا، هو مش قصده ان هو يزعق لك او يتكلم معاكي باسلوب وحش. لانز بيتعصب اكتر وبيقول لهم يا جماعه ده غلطت في دوبراني، يا هو غلطت في شرفك يا جدع، ما تهدى كده شويه. بيعرفوا ان الصراحه دوبراني هو اللي غلطان، اسكت انت وما تتكلمش. وهنا بتقاطعهم هيلين، بتقول لورينا عندك مهمه، بتقول لها مش هينفع نطلع في اي مهمه من غير دوبراني، يا جماعه مال دوبراني بام الحياه اللي احنا عايشينها. فبيعرفوهم ان هو ده اللي بيحمينا. هيلين بتقول لهم ما هو معاكوا لانز اهوت وغل. فبتقول لها بيني وبينك دول محتاجين حد يحميهم، باين عليهم ان هم اقوياء ولكن في الحقيقه ناس ضعيفه. هيلين بتقول لهم خلاص انا كده هسجل فشلكم في المهمه. الكل بيتصدموا، بيقولوا لها عاوزه تحط نقطه سوداء في الملف بتاعنا ولا ايه؟ فبتقترح عليهم هيلين ان يونا هي اللي تساعدهم، وللاسف اتحطت في الامر الواقع. بتطلع مع لورينا وبتقول لها دي اول واخر مره، انا خلاص تعبت من فريقكم. ليرين بتحذرها، بتقول لها اهم حاجه ركزي، احنا هنواجه 50 عفريت فما تستريحيش وتطمني. يونا بتقول لها بسيطه يعني، قصدك 50 من دوبراني مش حاجه يعني. بنت اللاعبه بتحط عليه، صحابنا بيستعدوا علشان يتجهوا للجبل علشان يهزموا الوحوش اللي هناك، ولكن للاسف المشوار طويل. وهنا يونا ما بتسكتش، مره واحده بتقول لها ما تقلقيش وبتشيلها، بتجري بقى لحد لما بيقطع نفسها. لورينا بتنزل وبتقول لها كنت هتموتيني، بالراحه علينا يا بنتي. يونا بتقول لها انت هتهزر ولا ايه؟ قومي مفيش وقت، خلينا ندور على العفاريت. ومره واحده بتصدمها، بتقول لها ايه اللي انا شايفاه ده، في فوق ال100 عفريت هنا. يونا بتستغرب وبتقول لها عرفت ازاي؟ بتقول لها معايا كاشف للسحر بيسهل الدنيا معايا. يونا بتبدا تستعد، بتعرف مكان العفاريت عن طريق كاشف السحر، بتهاجمهم وبترمي عليهم كرات ناريه، بعدها بنت اللعيبه بتقفل عليهم علشان يتخانقوا. ولكن لورينا بتقول لها احنا لازم ناخد الحجر السحري بدل ما نشرحه، وانت اصلا مالكيش في التشريع، هنستنى لحد لما العفاريت تموت ونخش نجيبه. ولكن يونا بتصدمها، بتقول لها الموضوع كبير، طلع فيه عفريت عملاق لسه عايش. لورينا بتعرف ان ده ملك العفاريت، الحقيقه خلينا نرجع مش هنقدر عليه، لازم نطلب المساعده. ولكن يونا بتقرر انها تواجهه، بتقول لها ما تخافيش، في الاول وفي الاخر دي بروني عملاق يعني مش اكتر، حرام عليكي مرمطه الراجل معاكي. ومره واحده بتبدا تخش في التقيل، بتستعد علشان تهاجمه بقطع الهواء، ولكن المهاره ديت مش بتاثر بيها، بتحاول انها تتفاداها على قد ما تقدر، ضربه واحده منه ممكن تخلص عليها. بتقرر تستخدم قطع الدب علشان تشوف هيتصاب ولا ايه، وفعلا اللي كانت عايزاه حصل، بس للاسف بيتعصب بيجري عليها ومش شايف قدامه. غلطت ومش هتلاقي اللي يرحمك. يونا بتقدر انها توقف حفره بنت اللعيبه، بتستخدم مهاره قطع الدب ومره واحده بتهزمه ميشن كومبليت. وبتقول لصاحبتنا لورينا تشرحه بقى، بتقول لها ما ينفعش، الاحسن ان انت تخزنيه عندك وناخده معانا. بتستخدم ادواتها السحريه وبتخزن جثه العفريت، بتدخل جوه الكهف وبتقول للورين مش هوصيكي بقى على التشريع. البت واقفه مصدومه، بتقول لها ايه ده، دول فوق ال100 عفريت، ابدا بمين ولا مين، انا لوحدي، طب ساعديني طيب على الاقل. يونا بتقول لها كان نفسي بس مش بعرف، يلا بقى ما تضيعيش الوقت. وللاسف لورين بتفضل تخلص عليهم وبتطلع تعبانه، بتنصدم لما بتلاقي بيت يونا نايمه جواه ومريحه، بتقول لها اصحي خلينا نمشي ونشوف حالنا بقى. ولكن لورين خلاص طاقتها كانت شبه منعدمه، بتطلب منها تستنى دقيقتين، خلاص مش قادره لازم ارتاح شويه. يونا بتقول لها ولا يهمك انا هوصلك بطريقتي، فبتاخدها وبتطير بيها. بتوصل للنقابه وبيكون الكل مصدوم كالعاده، بيقولوا مجرد بنت لطيفه بزي دب هي اللي تهزم العفريت العملاق ده، ومن هنا بيطلق عليها لقب الدب الدموي. لان هي كمان بتتصدم ان الاحجار حقيقيه وانها هزمت 110 عفريت،
ده غير الملك بنفسه. لورين بتقول لها يا جماعه انا كل اللي كنت عاملاه شاهد على اللي عملته. يونا قوتها مش طبيعيه، قدرت عليهم لوحدها. فبيحس وقتها لانز وجيل بالاحراج، بتاسفوا لها على كل حاجه وبيشكروها انها حمت لورين. بتحس بالاحراج هي كمان وبتمشي. بتروح علشان تشوف الجديد وبتلاحظ انها زادت في المستوى وكمان كسبت مهارات جديده. بتجرب واحده منها ومره واحده بتلاقي دب قدامها، بتتصدم وبتعرف الناس استدعته. بتبدا تستلطفه وهو بيستلطفها هو كمان. بتركب معاه علشان يوصلها للغابه. بتبقى سعيده جدا ومرتاحه لحد لما بتلاقي قدامها خنزير بري وبتقرر تواجهه، لكن الدب بيقف قدامها وشكله ناوي هو اللي يحاربه ولا ايه. منك طلعت دب لطيفه ولكن في الحقيقه مخيف. بيجري على الخنزير البري وبهجمه واحده بيطيره. يونا بتفرح جدا بيه وبقدراته وبتعرف ان هو من هنا ورايح هيساعدها. لا وبتكتشف ان في استدعاء تاني وبيطلع دب ابيض، ولكن بان عليه ان هو زعلان ومهموم. ليه يا ابني؟ ده انت زي ما بيقولوا لسه طالع من البيضه. يونا بتقول له ما تزعلش، انا ما اعرفش عنك غير دلوقتي. بص احنا هنرجع للبيت مع بعض تاني، وفي الطريق بتقول له انا هسميكم ما تقلقوش. وكلنا عارفينها في اختيار الاسامي ما بتهزرش، وطبعا كوميرو وكوميكو. بترجع يونا وبتعرف بقى صاحبتنا فينا بالدببه وبتقول على اساميها. فينا بتفرح بيهم وبيروحوا كل مكان مع بعض وبتتعلق بيهم. وفجاه بتفتكر فينا انها هترجع علشان تخلص التشريح اللي وراها. يونا بتاخدها على النقابه التجاريه وهناك يقدروا يشتروا قطع اراضي. بتعرفوا على بنت تانية اسمها ميرين، بتعرض عليها خريطه علشان تختار المكان والارض اللي هي عايزاها. يونا بتختار ارض قريبه من بيت فينا علشان تقدر انها تشتغل فيه وتشرح وفي نفس الوقت ترجع لاهلها. بتبدا تسالها عن السعر والبنت بتبدا تشبه عليها. ميرين بتقول لها هو انت الدب الدموي؟ بتحس بالاحراج وبتقول لها قصدي يونا. اعرفك بنفسي انا ميرين المالكه للنقابه، وبتشكرها كمان علشان ساعدتهم اخر فتره. يونا بتقول لها على ايه بس فهميني. ففينا بتعرفها ان النقابه التجاريه بيستفادوا من لوازم الوحوش اللي احنا بنبيعها ليهم. حتى ميرين قررت تعملها خصم معتبر بما انها من المغامرين الاقوياء، ويا ريت بقى لو من هنا ورايح نبقى اصحاب يعني. وبتعرفها على نفسها وبتسلم عليها. يونا بتحس بالاحراج وبتقول لها تشرفنا، وبتاخد فينا وبيوصلوا للاراضي بتاعتهم. البنت بتقول لها هنعمل ايه؟ ده ارض فاضيه وما فيهاش حاجه. يونا بتقول لها عيب عليكي، هنبني بيت محترم، ابعدي بس كده انت شويه وسيبها عليا. بتبدا تستخدم قوتها وبتفكر في دب لان ده المفتاح في انها تستخدم قوتها. وفعلا بيظهر فجاه بيت كبير وبتنصدم فينا من اللي شافته. يونا بتعرفها انها عملته مخصوص علشان تاخد راحتها في اوضه التشريح. بتتاثر بيها ومش بتعرف تقول حاجه. بيبدا يوم جديد والكل بيبقى متجمع على جثه الافعى العملاقه اللي هزمتها يونا. مبهورين بقوه البنت ديت بيقرروا يقسموها علشان يشرحوها ويقدروا يلاقوا الحجر السحري. فبيقول لهم العم جنتس ان هم يبلغوه لما يلاقوها. هنا فينا بتنصدم هي كمان وبتحس بالفخر لما بتعرف ان يونا هي اللي هزمت الافعى. بتفتكر تضحياتها معاها ومساعدتها ليها، واهم حاجه البيت اللي بنته علشانها. بنرجع ليونا اللي بتبقى بتجهز في البيت بقوتها السحريه، وفجاه بتسمع صوت اطفال بيتكلموا عنها. بتجري على الشباك وبتقول لهم يلا يا حبيبي كل واحد على بيته، قفلنا المكان. في نفس الوقت فينا بتيجي اللي بتبقى جايبه معاها الجوهره السحريه من الافعى. يونا بتفرح ولكن بتلاحظ جرح على ايدها. بتحاول انها تجرب سحرها في انها تعالجه. كده كل شويه بكتشف قدرات عندي. بتركز وبتمسك ايديها. فعلا بنت اللعيبه بتقدر انها تخفي الجرح. فينا بتتفاجئ من قدراتها، بتنبهر بقوتها وبتقول لها انا نسيت اقول لك ان هيلين عايزاكي بكره في النقابه. بيبدا يوم جديد وبيتضح ان يونا بتتهرب من هيلين، عايزه خلاص تسيب الشغلانه ديت وبتحاول تشوف شغلانه تانية، ولكن خلاص هيلين مصممه انها لازم توقفها وتشتغل معاهم. هنلاقي زيك فين بقوتك. وبيطلع على صوتها رئيس النقابه بيقول لهم ايه يا جماعه اللي حصل. هيلين بتقول له الموضوع ما فيه ان يونا رافضه تاخد مهمه اللورد كيليف. يونا بتبرر موقفهم وبتعرفهم ان المهمه ديت تبع الناس النبلاء في المدينه، هم بس المسؤولين عن المهمات الصعبه ومش بيرحموا حد لو فشل في المهمه. ده غير ان انا بنت جميله وهيطمعوا فيا، سيبوني في حالي ويا ريت بقى تفهموني. بيقول لها انت صح بس اللورد كيليف ده غيرهم، ده لورد محترم وابن ناس. فبتضطر انها توافق على المهمه وخلاص. بنرجع لفينا اللي بتبقى قلقانه على والدتها المريضه وبتقرر تروح تدور على علاج تاني. بتطلب من اختها شوري تعتني بيها لحد لما ترجع. في نفس الوقت بتبقى يونا وصلت للقصر بتاع اللورد. بيبدا يرحب بيها اهلا وسهلا، سمعت بيكي بقوتك السحريه قدرت تهزم وحوش كتيره منهم الافعى العملاقه ولا الغول الكبير، وفي الاخر لابسه لي زي دب اسمه بير. لا الصراحه ما توقعتش لبسك يكون كده. على العموم انا جبتك هنا علشان بنت مصره انها تقابلك. ومره واحده بنت بتدخل وبنعرف ان اسمها نوره. بتقول مش معقول الانسه الدبه قدامي. فبتقول لها انا اديني يونا احسن يعني علشان احس شويه بالكاريزما. بتقول لها حاضر من عيني. بتروح معاها وبتحكي لها على قصصها في هزيمه ملك العفاريت ولا الافعى العملاقه وكل ده. نوره معجبه بيها وبالقصص وبتقول لها مفيش قصص تانية ولا ايه. بتقول لها على عيني وهم خلصوا على كده. فبتطلب منها نوره طلب اخير، نفسي اجرب اشوف الدببه بتاعتك اللي انت بتستدعيها. وبتاخد بعضها وبتروح على حديقه القصر. ويونا فعلا بتستدعي كوميرو وكوميكو وبتنبهر نوره وبتقول لها ان انا لازم اخد لي لفه بيهم بقى كمان. في نفس الوقت بتقابل اللورد كيليف وبيشكرها على اللي بتعمله مع بنته. بيقول لها الصراحه عيد ميلاد الملك الكبير
كبير بعد يومين لسه ما جبتش هديه مناسبه، فهطلب منك طلب انا كمان. سمعت ان معاكي حجر سحري للافعى العملاقه، لو ممكن تبيعهولي. بتقول له لا ما هتكملش، انا مش ناوي ابيعه الصراحه. بيقول لها خلاص مش هجبرك. ولكن يونا بتطلع سيف ملك العفاريت وبتقول له ده اللي اقدر اديهولك حاليا. بنصدم اللورد وبيقول لها هشتري منك باقي سعر، انت ما تعرفيش قيمته عامله ازاي. بتقول له الصراحه انا مش عايزه منك فلوس، انا كل اللي عاوزاه في المقابل خدمه او اي حاجه تعملها لي لما احتاجها منك في المستقبل. فبيوافق وبيلعب صفه اللورد، بوعدك ان انا احقق لك اللي انت عاوزاه. بيخلص اليوم ونورا بتودع يونا كده، بتقول لها استناكي تيجي تاني. وفي الطريق بتتفاجئ لما بتلاقي فينا قاعده منهاره من العياط وبتعيط. بتقول لها مالك في ايه؟ بتقول لها مفيش، والدتي حالتها خلاص خطيره ومش عارفه اعمل حاجه، والعم جنتس كمان بيدور على علاج وللاسف لسه ما رجعش. فيونا بتروح معاه على البيت وهناك بتشوف حاله والدتها. بيدخل العم جنتس وبيبقى ملقاش العلاج، وهنا يونا بتقرر تستخدم قوتها السحريه تجرب هتشوف هتعالج الام هينفع ولا لا. ولما بتفتح عينيها للاسف لسه ما تعافتش من المرض. بتشوف يونا وبتشكرها وبتقرب من بناتها، بتحضنها لان دي خلاص شكل لحظاتها الاخيره. ولكن يونا مش بتستسلم، بتقرر تفكر في حل وبتعرف انها لازم تركز في انها تتخيل وتفكر في علاج للمرض نفسه. وقتها ركز قوتها عليه وفعلا بتخلي كل قوتها وتركيزها في انها تعالج ام فينا. ولما الام بتفتح عينيها مش بتحس باي الم، مصدومه بتفرح انها اخيرا هتعيش لاولادها. الاطفال بيجروا عليها وبيحضنوها، ووالدتهم هي كمان مش مصدقه اللي بيحصل، كلهم بيبكوا من الفرحه. بتبدا يونا هي كمان تتعرف اول مره على شوري البنت الصغيره اخت فينا. في نفس الوقت شوري بتطلب منها انها تلمس الفرو بتاعها. بتقول لها يا بنتي والله انا مش دب اخليكي تصدقيني ازاي؟ طيب بيقطعهم العم جنتس وبيقول ليونا ان هو هيسدد لها ثمن العلاج. بتقول له ام فينا ما حدش هيسده غيري، انا لازم اثبت لها شكري. والعيله بتبدا تتشاكل على مين هيدفع ثمن العلاج. يونا بتقول لهم الموضوع مش مستاهل، انا بس حبيت اساعد وكفايه فرحتكم والابتسامه. تاني يوم الصبح يونا بتطمن على ام فينا وبتقترح عليها تاكل بيض لانه مفيد لصحتها. فينا بتقولها ان هو نادر في القريه. بتستغرب لان اول قريه كانت قاعده فيها لما كانت عماله بتاكل بيض ومستمتعه بالاكل خالص، لدرجه انها فكرت انها ما تسيبش القريه وبتاخد قرارها وانها تروح للقريه دي تاني وتجيب من هناك البيض. بتبدا تدور ما بين المعدات السحريه على اي حاجه تساعدها. بتلاقي وسطها بوابه الدب للانتقال الاني. البنت بتنصدم وبتقول من امتى وانا عندي القدرات ديت؟ بتستخدمها وبتروح تاني على القريه. هناك الطفل كاي بيفرح لما بيشوفها، بتطمن عليه وبتعرفوا انها جايه هنا علشان تاخد البيض اللي هم بيعملوه، وبتعرفوا انها تجيله على طول علشان تشتري منه. الطفل بيفرح وبيروح يجيب لها البيض اللي هي عايزاه. بيقول لها تنورينا في اي وقت. بتستخبى كده هي في كهف وبتفتح البوابه، بتنتقل على البيت وهناك بتشوف فينا. يونا بتتفاجئ بتطور مهاراتها في التشريح وبتديلها البيض وبتقول لها دي مكافئتك النهارده، روحي وديه لوالدتك خليها تخير. البنت بتفرح وبتقول لها ما اقدرش اقبل حاجه غاليه شبه ديت. بتقول لها ولا غاليه ولا حاجه، الموضوع مجرد وقت. وبتوري لها البوابه. فينا بتنبهر ومش مصدقه اللي بتشوفه. يونا بتقول لها كل اللي بعمله ان انا بركز وبتخيل مكان عاوز اروحه. هو صحيح الموضوع متعب ولكن برضه يعني مش مستاهل. بتبص على فينا وبتلاقي البت منبهره ومش بتنطق بحرف. بتقرر انها تخلي الموضوع سر ما بينهم لان يعتبر اللي بتعمله دي مهاره نادره ومش اي حد يقدر يعملها. وفينا بتقول لها ان موضوع البيض لازم يبقى سر ما بيننا، لو حد عرف ان انا عندي منه ممكن يأذوني. بعدها يونا بتروح على القريه بتتمشى وبتاكل وبتلاحظ اطفال من الميتم وبتعرف ان هم واقفين من الجوع على اي امل ان اي حد يرمي بواقي طعام وقتها وهم هياكلوها. فبتقرر يونا انها تساعدهم. بتروح معاهم للميتم وبتوزع لهم اكل. بتتكلم مع المديره وبتسالها عن حال الميتم وبتعرفها ان الملك منع المساعدات عننا. يونا بتتعصب مفكره ان هو اللورد كيليف. في نفس الوقت بتقولها المديره ان هم عايشين على بواقي الطعام ورغم كده كمان مش مكفيين. مش عايزه اقولك بقعد باليوم والاتنين ما باكلش، كل ده علشان خاطر الاطفال. فيونا بتتصرف، بتقرر انها تستخدم قوتها في انها توفر لهم الاكل ومكان احسن يعيشوا فيه. الاطفال مبهورين ازاي حالهم اتغير 180 درجه، مش فاهمين ازاي وامتى. بيفضلوا يشكروها على اللي هي عملته معاهم وبيودعوها. يونا بتمشي وهي متعصبه، بتفتكر الملك وان هو حارم الميتم من الاعانات والمساعدات وبتفضل تهزم في الذئاب وبتطلع عصبيتها فيهم. بترجع للبيت بتقابل فينا وبتقولها ان والدتها حالتها اتحسنت، هتشتغل قريب وده بفضل البيض اللي انت جبتيه. اوبا يونا بتجيلها فكره جهنميه، بتقول ازاي ما جاتش من بدري، دلوقتي اقدر اساعد الاطفال في الميتم ويعتمدوا على نفسهم. بتجري تاني على النقابه التجاريه عند ميرين، بتشتري قطعه ارض وبتفهم خطتها. بتقولها انت فعلا انسانه مميزه. هي بنتي ناويه تعملي ايه؟ وطلع صاحبتنا قررت انها ترجع للقريه تاني علشان تمسك الدجاج اللي هناك. وقتها كاي بيساعدها وبتروح من هنا لهناك علشان تخلص الخطه بتاعتها. وقتها توفر مكان، وبما ان البيض يعتبر عمله نادره عندهم هنا فدار الميتم يقدروا يبيعوه ويكسبوا من وراه. دلوقتي حالهم هيتغير ومش دايما هيعتمدوا عليها وبيبدا يوم جديد. الكل مصدوم من قفص الدجاج. يونا بتقول لهم ان هي اللي جابته وانها قررت تعمل مشروع، بتعرض عليهم يشتغلوا معاها ويربوا الدجاج. وقتها توفروا له بيئه كويسه علشان يبيعوا البيض في السوق وياخدوا منه ارباح يقدروا يصرفوا منها على نفسهم.
يا بنت اللعيبه، هي دي الدماغ، على راي المثل لا تعطيني سمكه ولكن اخبرني كيف اصطادها. المديره بتنصدم والاطفال من كلامها كلهم بيوافقوا طبعا وبيبقوا سعداء باللي هم هيعملوه. بتكمل يونا كلامهم وبتقول لهم ان ام فينا هتبقى مسؤوله عنهم كمديره وكده، بالمره تشغلها هي كمان. الام بتتفاجئ بتقول لها انا مش هقدر اخد منصب كبير شبه ده. يونا بتعرفها انها تعتمد عليها من هنا ورايح، لان مهما كان انت اللي اكبر فينا. وبيبدا الكل في انه يشتغل مع بعض صبح وليل علشان يحافظوا على الدجاج وبيبيعوا البيض في السوق، وبتساعدهم يونا في كل خطوه ومش بتسيبهم. ولكن للاسف يونا كانت منعت انها تبيع البيض ده للورد كيليف، وبسبب كده بيتضايق. بيسالها ليه منعت البيض ان هو يتباع لعيلته بالذات، ازاي تعملي حاجه شبه كده؟ يونا بتقول له بالنسبه للاطفال اليتامى، الاطفال اللي مش لاقيين ياكلوا بيستنوا بقايا الاكل من الناس في السوق، مش كنت انت المسؤول عنهم؟ مش انت المسؤول عن منع المساعدات ليهم؟ بسببك اضطروا ان هم يشتغلوا الصبح وليل بيبيعوا البيض علشان يعرفوا يعيشوا ويكملوا حياتهم. اللورد بيتصدم من كلامها، بيبقى عاوز يفهمها الموقف ولكنها مش بتسيب له فرصه، متعصبه خالص. فبياخد بعضه وبيرجع للقصر وبيأمر الخدم ان هم يدوروا على المسؤول عن منع المساعدات عن الميتة، وبيتضح ان هو بريء وفي حد تاني هو اللي كان بيسرقهم. في المكتب بيدور كبير الخدم وبيبقى اكتشف المسؤول عن السرقه تابع ليه اسمه انز، وهو نفسه المسؤول عن قضايا عنف واجرام ونهب واختلاس. اللورد بيتعصب لما بيعرف كل المعلومات ديت، ازاي كان نايم على عماه. بيقول لهم يجيبوه لعنده علشان يعاقبوا على اعماله، لازم كل حاجه ياخد حقها. وهتقولي كمان عيلته معاه لازم يتعاقبوا. بيدخل انز وبيتصرف بطبيعه عادي. الملك بيبقى عارف حقيقته خلاص وبيواجهه، بيساله عن اختلاسه لاموال الميتم، فبيقول انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده وان هم بيكذبوا عليه علشان عايزين فلوس اكتر مش اكتر. الملك بيتعصب من بجاحته وبيقول له لسه فيك حيل ترفع عينك؟ ومره واحده بيديله بوكس في وشه. بيقول له على العموم حاليا بعت الجنود علشان يحبسوك انت واهلك، لازم كل اللي شارك في الجريمه يتعاقب، ما تحاولش ان انت تهرب. بيروح الملك للميتم وبيعتذر لهم شخصيا عن اللي حصل، بيشرح لهم الموقف. المديره بتتصدم مستغربين ازاي الملك بنفسه قدر ان هو يجي لهنا ويتاسف لهم، انت عملت اللي محدش قدر يعمله. في نفس الوقت الملك بيقول لهم ان هو هيعوضهم على كل حاجه. المديره بتقول له خلاص ان هم مش محتاجين، لان دلوقتي بفضل يونا بداوا يشتغلوا بيبيعوا ويكسبوا من ورا شغلهم. الملك بيفرح وبيتاثر وبيقرر يعيد ترميم الميتم تاني، وده كاسف ليهم على اللي حصل. بيروح يشكر يونا على كل حاجه وانها من وراه قدرت تصلح المملكه، وان بسبب اللي عملته قدر يقف تاني على رجليه، ما عادش اعمى زي الاول وجاب للناس حقها. في نفس الوقت بالليل بنشوف يونا متوتره حاسه بالاحراج والزعل. فينا بتسالها عن السبب، بتقول انا اتصرفت الصراحه بطفوليه، اتهمت الملك بانه ظالم وفاسد، فهمت الموضوع غلط وللاسف بسبب كده اتعاملت معاه بطريقه وحشه. فينا بتطمنها وبتقول انا عارفه ان نيتك كويسه، وبالعكس كمان الملك فرح ان انت ساعدتيه، بسببك الاطفال المساكين دلوقتي لاقيين مكان يعيشوا فيه بياكلوا وهم مبسوطين، والضحكه رجعت تاني على وشهم. يونا بتفرح من كلامها وبتحضنها. بنرجع تاني للعم جنتس ابن اللعيبه زي ما يونا قالت كان عايز يتجوز فعلا ام فينا. بيروحوا بيتقدم لها بيقول لها بقول لك ايه، عايزك في الحلال، عايز احمي ولادك واعتبرهم ولادي، عايز اكون عيله سعيده. الام بتوافق طبعا، وفجاه بتظهر يونا مع الاطفال وبتبقى سعيده جدا بالخبر وبتبارك لهم كمان. الصبح بنلاقي بطلتنا بتستمتع بالشاي مرتاحه وفرحانه لحد لما بتدخل عليها فينا. بتقول لها الحقيني ام عاوزه تنفصل عن العم جنتس تاني. فبتاخدها يونا وبتقول لها اهدي كده واشرحي لي ايه اللي حصل. فينا بتطمنها بتقول لها الموضوع ما فيه، كنا بنفطر عادي زي باقي الناس، العم جنتس عمال ياكل من الكاتشب والتوابل. امي اتضايقت وبتقول له خلي بالك انت هتودي نفسك وصحتك في داهيه، بالراحه وخف شويه، لو هتفضل على الحال ده للاسف مش هنعرف نكمل مع بعض تاني. الراجل مستغرب هو عمل ايه ده، انا باكل يا عيني. بنرجع للحاضر. يونا بتقول لها ما تقلقيش وسيب الموضوع ده عليا وهم يتصالحوا. ولكن فينا بتقول لها انا جات لي فكره جهنميه، علشان يتصالحوا لازم نجيب لهم الزهره الثلجيه. سيبيني احكي لك قصتها. ام ايام زمان كانت شغاله في الفريق مع العم جنتس، وقتها لقت الزهره الثلجيه واعجبت بها خالص، لعل وعسى تكون سبب في انها دلوقتي يفتكروا ذكرياتهم سوا ايام زمان ويرجعوا يتصالحوا. يونا بتفهم خطتها وبتقول لها انها تيجي معاها في رحله البحث عن الزهره. بيستعدوا ويونا بتاخدهم وبتطلع من القريه، بتستدعي كوميري وكيميكو. شوري اول لما بتشوفهم بتفرح بيهم جدا، وبعدها بينطلقوا في الرحله بتاعتهم. بيبداوا يتعرضوا لمواقف كتيره. بتجري شوري مره واحده على تعبان وبتحلف ما تسيبه، ولكن الدب كوميري بينقذها منه في اخر لحظه. مش بتسكت طبعا وبتكمل تاني، بتروح وبتلعب وبالغلط بتطلع النحل كله، فبيجروا من هنا لهناك وبيوصلوا الجسر وبتعديه شوري مع فينا. كل ده ويونا فرحانه علشانهم فخوره بيهم وبيكملوا طريقهم تاني. في نفس الوقت وكومر بيعدي مره واحده بيقع في النهر، بيخافوا عليه ولكنه بينهض بقوه، وابن اللعيبه ماسك سمكه كمان. بيكملوا المشوار لحد لما بيوصلوا على المكان المحدد، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا المكان ما فيهوش اي ظهور نهائي. الاطفال زعلوا لما عرفوا بس ما استسلموش، قرروا يروحوا يدوروا بنفسهم على الزهره. بيفضلوا يدوروا في كل مكان ولكن من دون فايده. بتغرب الشمس وبتقول شوري انا خايفه، حاسه ان كل مجهودنا
مجهودنا هيروح على الفاضي ومش هنلاقي الزهرة. فبتقرر انها تروح تدور من جديد. في نفس الوقت فينا بتقلق على اختها، ولكن يونا بتقولها ان بالزهرة او من غيرها جنتس هيرجع لامها، ودول لانهم بيحبوا بعض فمهما كانت الاسباب ما تخافيش. في نفس الوقت ده شوري بتلمح حاجة بتلمع بتجري عليها، ولكنها بتلاقي عصفور مجروح. بتقرر تساعده هي وفينا، بتقول الحبل اللي حواليه وفعلا بينقذوه، ولكن شوري بتبقى زعلانة لانها كانت فاكرة انها خلاص هتلاقي الزهرة. مرة واحدة بتشوف ريشة لامعة كده وقعت من العصفور اللي انقذوه. بتقرر تديها امها هدية بدل ما نرجع وايدينا فاضية. فينا بتوافق وبيبقوا فرحانين جدا بالرحلة. بيرجعوا على البيت وبتنصدم فينا لما بتلاقيهم قاعدين. بتقولهم هو انتوا مش متخاصمين ولا ايه؟ الام بتستغرب وبتقولها مين احنا هنتخاصم ليه؟ المهم انتوا كنتوا فين؟ فينا بتطمنا ان هم كانوا بره المدينة علشان يلاقوا زهرة التلج. حاولنا يعني ان احنا نصالحكم، ولكن انتوا اتصالحتوا من غير محاولة. على العموم ما رجعناش وايدينا فاضية، لقينا بدلها الريشة اللامعة ديت. الام بتتصدم هي والعم، بيقول لهم ازاي عرفتوا تلاقوها؟ دي يعتبر ريشة نادرة كانت تميمة الحظ لابوكم قبل ما يتوفى. وقتها كنا بنروح المهمات سوا مع بعض وبتأثروا وبيفتكروه. العم جنتس بيطمنهم بيقول لهم اعتبروني من هنا ورايح السند ليكم، اعتبروني اب ليكم واحميكم. العيلة بتتأثر كلها وبيحضنوا بعض. تاني يوم يونا بتستعد علشان تروح تقابل اللورد كيليف وبنته نورا، وجايبه معاها هدية عبارة عن بودنج. اول لما بيدوقوه ما بيقدروش يتكلموا من حلاوته، بيعجبهم وبينبهروا بيه. بعدها اللورد بيطلب من يونا انها تاخد بنته نورا توصلها للعاصمة وتبقى الحارسة الشخصية ليها. بطلتنا بتتصدم من كلامه ولكن بتوافق علشان بتحبها. تاني يوم يونا بتستعد علشان تاخد نورا ويروحوا للعاصمة. اللورد بيحذرها وبيطلب منها تاخد بالها من نورا، مش هوصيك يعني دي بنتي الوحيدة. وبتبدأ الرحلة بتاعتهم. نورا بتبدأ تتعرف على الطفلة فينا. المشكلة بالنسبة لهم هما الاتنين من اللي هيلعب بالدب، ولكن بسبب قلبهم الطيب ما بيعديش دقيقتين وبيتكلموا مع بعض وبتصاحبوا. ولكن مرة واحدة يونا بتلاحظ ان في مجموعة ذئاب بتهجم عليهم. بس خلاص على مين؟ انتوا مش عارفين ان دي يونا بنت المجانين قدرت على افعى وملك الغيلان، يعني بلاكمة واحدة منها قدرت انها تهزمهم بسهولة. بتخزنهم وبتقول لفينا انها تعتمد عليها في تشريحهم بقى وتطلع الجوهرة من جواهم. نورا بتتصدم من كلامها لما بتلاقي انها قريبة من فينا. بتقولها انت بتهزري، انت عارفين بعض كويس قوي للدرجة دي؟ فينا الخلبوصة بتقولها عيب عليكي، بالظبط كده تقدري تقولي اخوات مش اصحاب. فنورا بتتعصب وبتنصدم. بتقولها من النهارده انت تعتبر المنافسة بتاعتي، والمشكلة ان طيبة قلبهم الزايدة ديت هتوديهم في داهية. ما بيعديش برضو الدقيقتين وبيتكلموا مع بعض عادي. نورا بتعرفهم الهدف من الرحلة وانها رايحة للعاصمة علشان تقابل اختها وامها. ده غير ان هو عيد ميلاد الملك الكبير قرب خلاص ولازم تحضري انت كمان، ودي يعتبر دعوة مني ليكي. فينا بتفرح وبتقولها من عيوني. بتقاطعهم يونا وبتقول لهم هنرتاح هنا شوية. بتستخدم قوتها السحرية التخيلية، بتبني بيت يرتاحوا فيه. ونورا مصدومة من اللي شايفاه، بتقول انا بحلم ولا ايه؟ بتدخل للبيت وبتنبهر بكل حاجة. بتبدأ يونا تعمل لهم الاكل. بيدقوا مش مصدقين ايه الحلاوة دي كلها، احنا طلعنا مش عايشين شكلنا. بتعرفها ان ده حاجة اسمها همبرجر مشهور عندنا. صحابنا بيناموا وبيرتاحوا علشان بالنهار هيبقى فيه ضرب نار. وبكده بينتهي الجزء الاول من حكاية يونا. لو عايزين تعرفوا باقي القصة فما تنساش تفعل جرس الاشعارات، ووعد مني هتشوف الجزء التاني غير كل اللي فات. واحلى مسا عليك يا جميل. سلام.